تخيل تدفع 250 ألف دولار وتمضي تعهد على نفسك مضمونه لو مت محدش مسؤول علشان تسافر في رحلة سياحية استكشافية لسفينة تايتانيك، فتختار تتحبس جوه غواصة انت و4 كمان لمدة 8 ساعات. وده اللي حصل في الغواصة تيتان اللي جواها 4 من مليارديرات العالم ومعهم صاحب الغواصة، واللي اختاروا انهم يروحوا يستكشفوا حطام تايتانيك اللي اصلا اللعنة صابتها من اكتر من قرن، ومات من ركابها 1500 بني آدم. بعد ساعة ونص من نزول الغواصة تيتان في أعماق المحيط ينقطع الاتصال بيهم، ويتحرك خفر السواحل الأمريكية والكندية في سباق مع الزمن علشان يحاولوا ينقذوا الغواصة باللي فيها، وخصوصا إن فاضل ساعات قليلة جدا والأكسجين يخلص. الطيارات رصدت موجات خبط ورزع، ولكن لحد دلوقتي مش متأكدين من مصدرها. في احتمالات كتير تفسر اللي حصل ده، منها إن الغواصة تكون شبكت في حطام السفينة وللأسف ما بتفتحش من جوه، لازم حد يفتحها من بره. نتمنى إنهم يوصلوا لهم وينقذوهم، لأن أكيد مفيش حد يستاهل يموت في حادثة مأساوية زي دي. الأغرب بالنسبة لنا هو إن الغواصة اسمها تيتان، يعني اسمها مش بعيد قوي عن كلمة تايتانيك. لحد وقت التصوير دلوقتي محدش يعرف هم ايه اللي حصل له، لكننا نتمنى طبعا ما يكونش حصل لهم زي تايتانيك.